اللي هتطلع منه من الموضوع ده ان بيت تقريبا كان كل الناس بتروح. يعني دي تحس ان الناس دي يعني لو ساكنين في بنزينة مش هتعدي عليهم كمية الناس اللي عدت في كل الشهادات اللي فاتت واللي جاية. واللي في ناس برضو بيقولوا يمكن يكونوا بيجاملوا صاحبتهم او بيجاملوا واحدة اعلامية مشهورة مثلا. وفي ناس تانية تقول لك ماشي يمكن يكونوا صح. السؤال دلوقتي هي فين المشكلة في الموضوع ده؟ هي الليلة كلها بتتكلم عن الثلاث شهور اللي بعد الطلاق، هل حصلت فيهم مراجعة ولا لا؟ في اي دليل على الثلاث شهور دول ان حصلت مراجعة ولا لا؟ مش تجيب لي دليل سنة 2004 تقول لي ما هو 2004 بعدها، اقول لك لا، المشكلة مش بعدها، المشكلة في الثلاث شهور دول. لان الثلاث شهور دول لو ما عدوش او لو عدوا من غير مراجعة يعني اقصد، يعتبر الطلاق نهائي ومحتاج قسيمة. تمام، في كل الاحوال طالما اتوثق عند مأذون محتاج قسيمة. فبص بقى محمد علي خير وده مذيع سابق قال ايه؟ كلمة السر الفلوس. الفنان الراحل أرملته أو طليقته أولاده الكبار سنا بعد 9 سنوات من تاريخ وفاة الوالد اكتشفوا إذ فجأة إنها لم تكن زوجته. حضرتك كلمة السر عشان الفلوس وأنت اشتغلت عشان الفلوس في القناة بتاعتك برضه دي، ولو كانوا عطلوا عليك القبض 3 أيام حتى. يعني مش عارف ليه الناس بتعايب بعض بموضوع الفلوس. أو مثلا حد يقول لك إيه، لا ده كل ده عشان الفلوس. يعني مثلا عندنا هنا شهادة لمنى جلال مثلا بتقول إيه؟ ممثلة ملعون ابو الورث او ملعون الورث اللي يخليني اشهر برجل في دار الحق ونهش في عرض ست كل ذنبها انها اتجوزت راجل بتحبه من وهي عندها 17 سنة. كل القبح ده عشان الورث. الناس بقت بتخوف قوي. كل واحد في مصر مشكلته يقول لك ايه، يخرب بيت الورث يا اخي، ملعون ابو الورث، وهو لو ليه 4 جنيه عند اي حد ممكن يولع الدنيا عشانه. ايوه ماله الورث يا حضرتك؟ طبيعي ان الناس تتكلم عن الورث وتقسم الورث عادي جدا، او تاخد الورث، مش تاخد الورث لنفسها يعني، تطالب بحقها في الورث عادي جدا، لكن مش ملعون ابو الورث لان ده حاجه شرعيه يعني ربنا شرعها. وكل مواطن طالما الورث مش بتاعه يقعد يقول الاخوات هيموتوا بعض على الورث، الله يخرب بيت ابو الورث وعلى ابو الفلوس. طب انت حضرتك لو عرفت انك ورثت 13 جنيه اصلا والله هترتع لهم مشوار مش عايز اقول لك يعني، ممكن تسافر عشانهم. فكل واحد عشان الموضوع مش بتاعه يقعد يشتم عادي. المهم عندنا بقى حد جه قال حاجة بره السياق شوية خالص، مش عارف ايه علاقتها بالموضوع. سهير رمزي قالت ايه، هقول حاجة ما يصحش ان اقولها ومش من حقي بس مضطر اقولها. بوسي شلبي بيجي لها عرسان وناس على اعلى مستوى ورافضة تماما وتقول مش ممكن حد اسمه يتحط زوجي بعد محمود عبد العزيز، وهما يعني بيجوا يطلبوا ايديها من سهير رمزي. يعني برضو الموضوع ملوش علاقة قوي بصراحة. يعني انا ممكن هي تعرف بحكم صداقتها يعني، بس واضح ان بوسي شلبي بتعرف تقريبا كل الوسط الفني. هي مذيعة اعلام وكده، بس انا ما كنتش متخيل ان كم العلاقات دي الناس كلها عارفاها، عندها علاقات اجتماعية قوية جدا يعني. عندنا برضو ايه، نضال الأحمدية طلعت في لايف وقالت كلام مشابه برضو. طبعا بسمة وهبة عملت لايف طويل. في ناس بيقولوا انهم بيجاملوها، وفي ناس بيقولوا ان شهادتهم ملهاش اي معنى لان لازم يشهدوا ان حصلت المراجعة في ال3 شهور اللي تلوا الطلاق الموثق، غير كده هيبقى الرجعة مش محسوبة زي ما المحكمة قالت. وفي ناس بيقولوا يمكن بيشهدوا بالحق. يا اخي ايه المشكلة؟ عندنا أسرة محمود عبد العزيز قالت حاجات تانية بقى، عملت بيان كده برضو ترد فيه على الحاجات. قالوا إن هي مش موجودة في مادة الوراثة من الأول، بعدين راحت عملت بلاغ عشان يعني تضيف اسمها في مادة الوراثة أو تثبت الرجعة، وخسرت كل درجات التقاضي، وولاد محمود عبد العزيز ما عملوش أي حاجة خالص. يعني إيه؟ يعني هي لجأت المحكمة وهي اللي خسرت القضايا، هما ما عملوش اي حاجه. هما بعد كده رفعوا قضايا بقى عليها تشهير، وهي رفعت قضيه تشهير ضدهم، وكمان رفعت قضيه على غادة ابراهيم. فاكرين في اول يعني الترند ده كانت غادة ابراهيم طلعت يعني اتكلمت عنها شويه، راحت مقدمه بلاغ ضدها. لسه كل ده حصل امبارح. الفنانه سلاف فواخرجي برضو قالت في شهادتها ان هي برضو لما جت مصر يعني استقبلتها برضو
بوسي شلبي، وقالت ان الفترة اللي قعدت فيها صلاف وخرجي وهي بتصور فيلم ليلة البيبي دول طبعا شافت قرب قد ايه محمود عبد العزيز من بوسي شلبي، وقالت ان هي مراته يعني. تاني حاجة بعد كده عندنا سوزان نجم الدين برضو اشتركت معاه في مسلسل عشت في بيت محمود عبد العزيز. ايه يا جماعة في ايه؟ لا بجد في ايه؟ عشت في بيت محمود عبد العزيز وزوجته بوسي شلبي ايام وليالي كثيرة وطويلة اثناء تصويري في مسلسل باب الخلق. انت شرفت بالعمل فيه مع العملاق الراحل. حببت هذا البيت المصري العريق الدافئ الذي جمعتنا فيه اجمل الذكريات واضافت الكثير لنا لصداقاتنا التي امتدت على 20 سنة. ولا طالما لما ما عديش 20 سنة. المهم ما علينا. برضه سوزان نجم الدين الغريب برضه ان اصالة قالت ان هي لما جت مصر برضه جت على اول بيت دخلته كان بيت كل الناس على فكرة الجملة دي كل واحد يقول لك اول بيت دخلته في مصر بيت محمود عبد العزيز وهو جنب المطار قوي كده. يعني مش ممكن يا جماعة الشهادات كلها نفس الكلام. واضح فعلا ان يعني ايه صحفيين الفن يمكن او مذيعين الفن بقى يمكن كده علاقاتهم بتبقى قوية جدا بيستقبلوا اي حد وهو جاي يمكن دي مهارة مهنية. محمود عبد العزيز بقى واضح ان هو ما عندوش واتساب ولا عنده موبايل بيوجه رسالة لمحمد وكريم محمود عبد العزيز عن طريق الاعلام او عن طريق الفيسبوك بتاعه. لا احب التدخل في شؤونكم الخاصة. والغريب ان كل واحد يبدأ نفس الكلام برضه نبدأ بنفس الجملة. ما بحبش اتدخل في امور خاصة. تمام. المهم ولكن حين وصل الامر الى القضاء ومواقع التواصل المختلفة طب ما توصلهاش انت بقى يا استاذ محمود واتصل بيهم في البيت عادي. تراشق من هنا وكلام حول زواج من عدمه والامر كله يمس صديقي الغالي محمود عبد العزيز. فليتكما تنهيان هذا الضجيج المصحوب بشائعات لا يصح ان تمس اسم الغالي محمود. ما رايكم في ايقاف الامر كله والجلوس سويا ومعالجة الامر بعيدا عن القيل والقال؟ اتمنى ذلك. يا سلام. طب يا استاذ محمود كنت اتصلت بيهم ونصحتهم النصيحة دي. لكن في ناس كتيرة بتحاول. احنا قلنا شفق المنايري لا ما قلناش شفق المنايري. القدير المبدع محمود عبد العزيز يحتاج ان نتوقف في دار الحق. هو الان في دار الحق والمكان الافضل بلا خناق ولا امور مادية يعني. كان محترما يعرف الواجب والاصول الاعلامية العزيزة والصديقة. بوسي شلبي كانت زوجة مخلصة واصيلة ووفية. كلام كتير جميل جدا. وقالت انها اتضايقت قوي من الكلام اللي اتقال. مين تاني ما اثبتش حضوره؟ ايناس الدغيدي. ايناس الدغيدي تدافع عن بوسي شلبي وتفجر مفاجآت. طبعا اتكلمت عنها برضو ودافعت عنها. مين تاني؟ على فكرة كل الممثلين دول مع احترامي ليهم يعني كل الناس اللي علقت في القصة دي وقالت شهادات بالشكل ده لو حصل اي حادثة في الدنيا او اي مشكلة فيها حكم قضائي ممكن يشتموك ويقول لك ايه اوعى تتكلمش عن القضاء لا تعليق على اقوال القضاء. لكن عادي جدا وقع القضاء كان فصل في جزء منها. انا بقول انها مش في كلها لحد دلوقتي لان في اكيد اجراءات قانونية تانية على حسب محامي بوسي شلبي. ولو انها برضو كان في مستشارة سيدة يعني هي اللي قدمت بلاغات يبدو انها غيرت مكتب المحاماة بتاعها. ولكن في اجراءات وكده بس خلاص ما تتركوا الامر للمحكمة. الشهادات اللي على السوشيال ميديا دي مش هتنفع خالص يعني. طب كمان الفنانة يسرا تساند بوسي شلبي وكتبت على حسابها في ناس وجودهم في حياة حد بيكون اكبر بكتير من كلمة زوجة او شريكة. لا حضرتك مفيش يعني هي زوجة او شريكة هي اقوى حاجة. ايه وجودهم في حياة حد بيكون اقوى من كده؟ بيكون الروح اللي بتسنده والقلب اللي بيدق مكانه لما بيتعب. بوسي مش بس كانت زوجة لمحمود عبد العزيز كانت الونس والسند والحب اللي ما بيخلصش. عمرو صحصح حتى كان طالع ضيف شرف في فيلم تامر حسني كلنا فاكرينه طبعا. كان طالع باسمه برضه عمرو صحصح. انا دخلت منزل بوسي شلبي اكتر من مرة في منطقة الشيخ زايد بحضور النجم الكبير محمود عبد العزيز بصفته زوجة. بطاقته الشخصية مكتوب عليها حتى وفاته متزوج. طبعا قال نفس الكلام الخاص ببوسي شلبي.
في حاجه بس سريعه كده قبل ما اقفل الفيديو اللي طول قوي ده، كانت منى جلال قالت في اول الفيديو ايه؟ ان هي كان عندها 17 سنه وقت ما اتجوزت محمود عبد العزيز. 17 سنه ازاي حضرتك يعني؟ طب ما يعني قسيمه الطلاق موجوده وكانت بعد شهر، فيعني ازاي انت بتتكلم ازاي يعني؟ 17 سنه، 17 سنه سنه 98 كان عندها 17 سنه مثلا، يعني هي مواليد 81 صح كده؟ اقصد ما كملتش 45 يعني معقوله الكلام ده؟ يعني بص شلبي ما كملتش 45 سنه. طب يعني مش عارف، عشان انت كده هتبوظ الشهاده بتاعتك كده، الناس هتقول داخله تجاملها بدايه من السن، يعني دي ماشيه كويس والا شهاده كويسه. 17 سنه ازاي يعني؟